بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع المفاوضات ومسألة مصادر باكستانية التي يتكلم عن مشكلة مواد التخزيبية. هذا المصادر مصادر مقربة بأمريكيين يا بريطانيين، يعني مصادر غير واقعية الذي يتكلمون في إطار نظرة الأمريكيين في ملف المفاوضات. ليست هذا مسألة إنه كيف يعني العرق اللي في المفاوضات يرتبط بأي موضوع، لأنه ملف المفاوضات بشكل أساسي مما يعني طرح يعني يعني إطار مفاوضاتي المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية موضوع انتهاء الحرب وكيفية انتهاء الحرب على صعيد المنطقة، وليس بس بالجمهورية الإسلامية. هناك جبهات في لبنان وفي نقاط أخرى يجب أن يتوقف العدوان على يعني من قبل الإسرائيل الكيان الصهيوني وأمريكيين. في الحقيقة هناك موضوعات يسرون أمريكيين في مواقفهم بحد الأقصى من الامتيازات الذي يحتاجون في خروج منتصر في هذا حرب عدواني غير قانوني لا مشروع على الجمهورية الإسلامية، ويصرون على هذا المسألة ليكون يعني بداية المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الذي رفضناها بشكل واضح. ففي نقاط 14 التي نقلناها إلى الباكستانيين ليس هناك موضوع يرتبط في مواد المخزبة، بل هناك موضوعات بس في إطار الانتهاء الحرب على الجمهورية الإسلامية وعلى جبهات المقاومة. في موضوع تطورات مرتبطة بمفاوضات بين الجمهورية الإسلامية وأمريكيين، هناك مؤشرات مختلفة يعني متشابكة مع بعض البعض يؤثرون على مسارات واحتمالات في مسار المفاوضات ومسار الأمني والعسكري الجديد بين الجمهورية الإسلامية وأمريكيين والكيان الصهيوني من يعني جهة المقابل. كان هناك يعني تجربة 40 يوم من عدوان ما وصلوا لأهداف، يعني انهزموا وبدأوا بالتغليل وبدأوا يعني تغليل من أهداف حتى يخرجون من الحرب منتصرا. كان هناك هدف واضح غير مرتبط بملف الإيراني، سيطرة على نفط غرب آسيا وعلى كل سود المنطقة حتى يكون مقدمة لنزاع الأمريكيين مع الصينيين ومع الروس. لكن هذا فشل كان ذريع يعني من قبل الأمريكيين. بهذا السبب بدأوا يعني خطوات استفزازية مثل الحصار البحري وبعض الخطوات العسكرية حتى يدخلون في المضيق الهرمز في مشروع حرية المضيق، يعني مشروع الحرية. لكن فشلوا في كل هذا الخطوات، كما يعني فشلوا في خطوات العسكرية في إصفهان وفي نقاط أخرى. جربوا مسار المفاوضات طلبوا أشياء يعني الذي ما حققوه خلال الحرب في موضوع الملف النووي، يعني هذا وقسم شراكة في موضوع المضيق الهرمز، لكن رفضت بشكل واضح من قبل الجمهورية الإسلامية. وكان هناك تأكيد بأنه يجب أن يبدأ أي مفاوضات في ملف الحرب وانتهاء الحرب في كافة الجبهات. هناك تحريض واضح من قبل نتنياهو والكيان الصهيوني في أن يكون يعني أولوية السياسات الأمريكية والترامبية بعدوان جديد على الجمهورية الإسلامية، لأنه الكيان الصهيوني يعيش على أجواء الأزمات والحروب، يعني لا يقبلون أي توافق حتى يعني يكسب الجمهورية الإسلامية امتيازات من خلال هذه التوافقات. بهذا السبب هناك
كان هناك مكالمة تليفونية، يعني اتصال تليفوني مع نتنياهو يوم الثلاثاء بالمغرب. كان هناك حسب الإكسيوس كان هناك يعني حالة القلبان، يعني من بوجه نتنياهو. وهذا يعني أنه يختلفون في أولويات الخطوات مع الجمهورية الإسلامية، مع أنه هناك حشود عسكري واضح من قبل الأمريكيين على صعيد المنطقة، ولكن هناك يعني خطوات جديدة عسكرية لا يوصل إلى النتيجة، وخاصة أنه أوراق استراتيجية بيد الجمهورية الإسلامية وليس في مضيق الهرمز. هناك توسع في شعاع الأمن في مضيق الهرمز حتى آخر نقطة الإمارات في الفجيرة، وهناك أوراق استراتيجية في باب المندب، وهناك أقوى أوراق استراتيجية في كابلات يعني الضوئية من تحت المياه مضيق الهرمز الذي يرتبط كافة مجالات الاتصال بين الغرب والشرق، البنكية والاقتصادية والارتباطية وكافة هذا أوراق بيد الجمهورية الإسلامية، والذي يضغط على ترامب في المفاوضات وعدم إمكان أي خيارات يعني مضمونة في خيارات العسكرية، يضغط على ترامب، وهذا يؤثر على مسارات المستقبلية. ويجب أن ننتظر ونشوف نتائج المحاولات الجارية. يختلف تماما يعني مواقف الإعلامية والاستفزازية وعربدات ترامب مع يعني نصوص المتبادلة عن طريق الإسلام آباد. بعد السفر يعني بلا نتيجة وسلبية إلى الصين، الذي كان يعني ينتظر من الصينيين يدخلون في موضوع النفط وموضوع المفاوضات حتى يكسبون بعض النقاط، لكن أكد الصين على موضوع شراء النفط الإيراني، وأكدت على سيادة الجمهورية الإسلامية على المياه الإقليمي، وهذا معناه بأنه سيادة الجمهورية الإسلامية على مضيق الهرمز يعني مقبول من قبل الصينيين، وحتى يعتبرون الصين العدوان على الجمهورية الإسلامية عمل استفزازي ولا مشروع، ويسبب اضطرابات الأمنية على صعيد المنطقة. وهذا مواقف أثرت على حسابات ترامب وفريق المتشدد داخل البيت الأبيض، وبهذا السبب بدأت نعرات جديدة يعني بالتحديد الجمهورية الإسلامية ما يعني اهتمنا بهذا المواقف، وانسحبت يعني مواقف ترامب في موقف الحربي والتهديدات. وقال يعني طلبوا مني الرؤساء وأمراء دول عربية في الخليج الفارسي، وهناك تبادل الرسائل موجودة. واليوم يأتي يعني قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. يوم الماضي وصلت سيد نقوي وزير داخلية باكستانيين، وهذا الشيعي يستفيدون من سبقة الشيعية من هذا الوزير حتى يؤثرون في مسار المفاوضات. لكن النصوص يعني الذي يأتي من قبل الأمريكيين يختلف تماما ما يطرح بالأعلام، وهناك تراجع في المواقف الأمريكية. يجب أن ننتظر ونشوف